نيجي بقى للنقطة الصعبة. كل الكباتن عارفة إن حبيبة المصري هتدخل تجيب أول. ممكن بس آخد نفسي، حاسة الأسئلة خلاص ضغطت عليا. في حد كده ربنا يسامحه أنا مش مسامحاه، مش هلعب جودو تاني. مساء الخير. مساء الفل يا روحي. الحمد لله، انتي عامله شرفتيني يا ايه؟ روحي. حياتي انا اكتر مبسوطه ان انا معاكي جدا. والله انا اكتر. بصي حبيبتي هو انتي ده عارفه انا بحبك ازاي كده كده. طب عشان كده انا روح قلبي. جبتك. ولو فين انا جايه لك، انتي عارفه انا جايه منين طبعا، وجايه عشان خاطرك والله العظيم. يعني شرف ليا يا قلبي. روح قلبي ما تحرمش بصي منك. احنا زي ما احنا متعودين قاعدين بندردش مع بعض. طبعا. السؤال اللي عايزه تجاوبيه جاوبيه، والسؤال اللي انت مش عايزه تجاوبيه هتجاوبيه برضه. ذو عافيه هجاوب وانا قلت لك كله تحت تهديد السلاح. اعرفي الناس اكتر من حبيبه. انا حبيبه المصري، عندي 24 سنه، خريجه BIS Business Administration System، لسه متخرجه السنه دي. احنا عارفين ان انت حد رياضي أوكي. وكنتي بتلعبي كذا لعبه. ايوه. ممكن تعرفينا اكتر؟ انا كنت بلعب جودو، وبعديها لعبت باسكت، بعد كده بقيت حكم باسكت، خدت كورس نيوتريشن، كورس تغذيه، وبعد كده خدت كورس CFT Certified Fitness Trainer. بس كده طول عمري من وانا صغيره وانا في الرياضه، اكتر حد كان بيشجعني وسبورت ليا جدا هي ماما. فكنا بندرس وكنا كمان بروح التمرين وتيجي من الشغل تيجي توديني، فاكتر حد كان سبورت ليا هي ماما في الرياضه. الحمد لله خلصت. كنت اكتر لعبه بحبها جدا جدا وهو الجودو، كان نفسي اكمل. جات لي فتره ان انا خلاص كانت فاضل لي البطوله وادخل المنتخب، كنت بخسس قبليها جدا. كل اللي بيلعب جودو او العاب قتاليه عارف ان قبل البطوله انت لازم بتخسس عشان ميزانك. وزن معين. اوكي، فضلت بخسس وباخد ادويه عشان كان فاضل تقريبا 500 جرام اصلا على البطوله، كان فاضل لي يومين. عملت المستحيل واتشقلبت وكنت داخله البطوله. كل الكباتن عارفه ان حبيبه المصري هتدخل تجيب اول. حصل لخبطه في البوله وحطوني جنب حد هو اكبر مني وفي المنتخب واقدم مني، لان كان في حد تاني المفروض يدخل المنتخب بدالي. لخبطوا البوله يعني، وفي حد كده ربنا يسامحه وانا مش مسامحاه. دخلت البطوله ولعبت قدام حد اجمد مني واكبر مني سنا وخسرت وما دخلتش المنتخب. من بعديها قررت ان انا مش هلعب جودو تاني. كملت طبعا في الباسكت لحد الفيرست تيم، كنت ثالثه ثانوي. وقفت شويه، بعديها قدمت تاني يبقى حكم باسكت، ودلوقتي لسه زي ما انا حكم باسكت، وفي كورس ابقى مدربه جيم، ومعايا كورس تغذيه. يعني انت حسيتي ان انت وقتها انك اتظلمتي قوي؟ جدا جدا بصراحه، لان لا بصي مفيش حد بيلعب جودو ما بيحبوش. عارفه اللعبه اللي بتجري في دمك كده، تحسي انت مهما تروحي بعيد لو شفتي ماتش انت هتموتي وتلعبي. كنت بحب الجودو جدا، وكنت الحمد لله حد جامد قوي فيه. ولحد من فتره كان اسمي مسمع جدا، حبيبه داخله البطولات داخله تجيب اول، لحد ما حصل اللي حصل ده. وبقيت مش لو حصل ايه انا مش هلعب تاني بطولات. ليه حبيتي لعبه قتاليه مع ان البنات يعني المفروض تلعب باليه؟ ايوه. جمباز. دي حقيقه، بس كان الكباتن بصراحه كانوا لذاذ قوي، وانا كنت بلعبها من وانا بيبي. فعارفه الحاجه اللي بتتربي عليها بتفضل طول عمرها معاكي. والكباتن كانوا لذاذ وكانوا سبورت لينا بصراحه. ماما كانت سبورت ليا جدا في اللعبه. وقبل الميزان مهتميه جدا باكلي، ما كانش ينفع اكل كده عادي، لازم اكل دايت عشان ميزانك يبقى مظبوط. فكانت الدنيا كلها معايا كويسه بصراحه، عشان كده انا اضطريت ان انا اكمل. وانت كحكم سله، انت طبعا عارفه الاطوال هناك قد ايه. نيجي بقى للنقطه الصعبه. ازاي بتقدري تسيطري بقى كحكم؟ بصي، هو الحكم ما ينفعش لاي حد شخصيته مش ستريكت كده، لازم شخصيتك تكون قويه عشان تقدري تسيطري. انت ممكن اصلا تكوني انت صغيره وبتحكمي الفيرست تيم، انت مش باينه في الملعب، بس انت مجرد صفاره واحده هتقدري توقفي الملعب وتقدري توقفي كل واحد عند حدوده. فدي من الحاجه برضو اللي علمتني ازاي ادير، ازاي ابقى شخصيه قويه. زي مثلا لو حد بيزعق لي، انا شخص حساس جدا ومن اقل حاجه بعيط. زي مثلا حد بيزعق لي وببقى قاعده برد عليه عادي كده من غير ما اعيط وبتاع. كانت دي بالنسبه لي حاجه صعبه قوي، بس برضو الرياضه اللي خلتني اقدر اتحدى الحته دي. بس مش قوي، بس لعبنا عليها كويس الحمد لله. يعني انت بتنصحي البنات ابقى رياضيه؟ جو اهيد اي حاجه فيها رياضه، نازله اكتيفيتي. عارفين البادل يا جماعه اللي بتاجروا ملعب وتنزلوا تلعبوا فيه؟ انزلوا العبوا، هتطلعوا باور كمان، هتبقوا مبسوطين، هتعودوا جسمكم دايما ان هو يكون فات. متاكده انك لو لعبت رياضه هتبقي حد تاني جدا، بقى شخصيتك هتتغير، هيبقى ما عندكيش وقت فاضي بتفكري وتبقي حزينه وتقولي اشمعنى انا حظي، اشمعنى ربنا بيعمل معايا كده. هتبقي في اكتيفيتي بتعمليها انت مش فاضي اصلا للكلام ده، متاكده هتتبسطي. ونصيحه مني لازم تعمليها. وفاه باباكي بقى يا حبيبي اثرت أوكي. معاكي في ايه وعلمتك ايه وايه؟ يعني ايه اكتر موقف اتعرضتي له بعد وفاه بابا حسيتي ان انا محتاجه بابا فيه؟ ان انا بقيت شخص مسؤول شويه. من وانا صغيره انا بقيت حد مسؤول، يعني مش حد من البنات اللي هو لا ايه ده فرافير، وعارفه انت بنات اللي هو لا ما ينفعش انزل. لا انا بقيت حد الحمد لله هو عارف اهميته، عارف مفيش الحمد لله موقف انا ما وقعتش فيه غير وانا الحمد لله بقيت قد. مفيش حاجه تبقى اصعب من اللي انا عدى عليا، لا ده خلاص انا بمشي وبدوس فيه وانا بقيت الحمد لله. واكتر حد كان سند ليا بعد بابا الله يرحمه هي ماما، في كل حاجه بقى، روحانيا معنويا سندا صحاب. بصي كل حاجه الحمد لله، صاحبتي واختي وسند ليا كل حاجه الحمد لله. فربنا بيقطع من هنا وبيعوض من حاجه تانية اكيد. هل فعلا في اصحاب سند ولا معظمهم بيبقى فيكم مصالح؟
ما بقاش في اصلا حاجه اسمها صحاب دي، ما بقاش يا جماعه، مستحيل بجد، الا من رحم ربي. انا اكتر حد لو حبيت حد بديله كل اللي عندي 100%، ما بقاش في حاجه ليا اصلا. لما بحب حد بديله كل حاجه بزياده، ما بقاش فارق معايا، اهم حاجه هو يكون مبسوط. فانا بحس ان الناس بقت بتستغل الحته دي قوي. لا طب لا، احنا ليه ما نبقاش كده؟ لا طب ليه ما نستغلهاش في كذا؟ مفيش حد هيحبك زي اهلك، غير كده هتلاقيها مثلا بتصفر عليكي في حته، تلاقي تكوني احسن منها. وده طبع البني ادمين، مفيش حد بيكون يعني، البنات دلوقتي اللزاز قليلين قوي الا من رحم ربي يعني. وفي مجال السوشيال ميديا لا لا، انا بعيده قوي، لان المكان ده فيه ضرب كتير قوي ولخبطه كتير قوي، دي مش شبهي خالص. انا شخص بصوا فيها قافله عن نفسي جدا يا جماعه، من الشغل، بيت، دراسه، بخرج، بتفسح، بعمل رياضات جديده، انا كده. لكن اي حاجه تانية لا بصراحه. لو اتعرض عليكي تفتحي لايف تيك توك بمبلغ كبير محترم ممكن يأمن لك حياتك، بس بمعايير وشروط معينه، هتفتحي وتعملي؟ المعايير دي مناسبه معايا، يلا بينا، اتس اوكي. معايير زي اللي بتحصل دلوقتي انا اوت مليون في المية. انت اتكلمتي عن ماما، اتكلمتيش عن أوكي. اخوكي. اخويا برضه هو حد سبورت جدا ليا، هو بينزل معايا كل الريفيوهات، هم الحمد لله مش بيسيبوني ما بنزل شغل من غيرهم، لازم حد فيهم يكون معايا، وهو واقف جنبي في كل حاجه، واكتر حد بيفهمني بصراحه. وفيها ايه لو اتعرض عليكي تسافري بره مصر؟ بصي، سؤال صعب قوي، لان انا اكتر شخص بتعلق بالناس وبحب اهلي قوي. ساعات بيجي الفكره دي في دماغي ان انا هيبقى ليا هناك شغل افضل ودنيا احسن، بس بحس ان انا ازاي هقدر اسيبهم هما الاثنين. انا شخص مسؤول من وانا صغيره، فبحس ان هما مالهمش غيري وانا ماليش غيرهم، فهو ازاي؟ بس ببقى نفسي في الحاجه دي قوي بصراحه. ايه اخبار بقى الحب والعلاقات؟ كان في حاجه ولا لا؟ بصي، الموضوع ده يعني بلاش نتكلم فيه، يعني مش حابه بصراحه ان احنا نتكلم في الموضوع ده. عادي جدا، بس احنا ممكن يكون حصل لنا موقف في علاقه معينه ممكن نفيد بيها الناس. آه. يعني مثلا حصل لك موقف معين في حاجه اتعلمتي منها. ساعات احنا كبنات بيحصل لنا مواقف بتكبرنا 10 سنين قدام، وبالذات في الحوار العلاقات الحب والارتباط. مش عارفه اقول لك ايه، يعني عارفه دماغي بتعمل ايرور كده، بس بلاش بليز نتكلم في الموضوع ده. عادي عادي يا حبيبي، مفيش اي مشكله. في معاكي كارت، الكارت ده فيه اسئله سريعه، هنجاوب باجابه واحده بس. اوكي. يلا بينا. فلوس ولا شهرة؟ طبعا الشهرة اللي هي هتجيب الفلوس طبعا. تيك توك ولا انستجرام؟ انستجرام، لان التيك توك بقى فيها فئة مش احسن حاجة شوية. خروج ولا بيت؟ طبعا خروج يا جماعه، ما بقعدش في البيت اصلا. شغل كتير ولا على قد؟ شغل كتير. النجاح السريع ولا البطيء؟ النجاح السريع بس المواظبه عليه، يعني افضل ماشيه بنفس الستاب، ما اجيش وقت واقع. اسود ولا ابيض؟ اسود. صيف ولا شتاء؟ شتاء طبعا. بس كده. مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وبجد بشكركم جدا. واكتر اتنين نفسي اوجه لهم رساله وبشكرهم قوي هي ماما واخويا، وادعوا له ينجح في ثانويه عامه، وهو اشطر مصور كده كده وانا فخوره بيه. شرفتيني. باي باي حبيبتي.